بسم الله. سؤال جديد اخترته وكنت كده عايز اتجاهله، بس ما تجاهلتوش. فحابب الحلقة دي كده اجاوب على سؤال من الاسئلة اتبعتت لي، وكنت عايز اتجاهله مش عشان يعني هو سؤال فيه حاجة خالص، بالعكس هو سؤال حلو جدا اصلا. بس هو كان يعني في اسئلة كده لما حد بيسألها لي بحس ان حد ضربني في بطني بالبنية، لان الكلام فيها بيخلينا نتطرق لحاجات تقيلة، وبيبقى عندي الصراع بتاع ساعات اللي هو الصح versus الحقيقي. البودكاست ده بالنسبة لي مش مكان للصح، هو مكان للحقيقي. الحقيقي ده ممكن يتصادم مع رؤيتك عن الصح، ولو ده حاصل فهو ده حاصل. الحقيقي ده ممكن يفيدك ويلهمك ويساعدك، ولو ده حاصل فهو حاصل. فهجاوب السؤال باللي عندي، بالحقيقي اللي عندي، بخبرتي، لأنه سؤال محتاج إجابة بخبرة، مش إجابة بإطار نموذجي أو لقد قال العلماء. لا، هو إجابة ده سؤال محتاج خبرة محمد حازم، اللي هي بتاعت محمد حازم بقى. ما يعني أنا بني آدم شفت وعشت ويعني سنين ثيرابي ورحلة شخصية وقرايات ومئات أو ألافات، بلاش مبالغة، مئات الجروب ثيرابيز، مئات الانديفيديوال ثيرابي سيشنز. فأنا هجاوب على السؤال ده من المنطلق اللي عندي. طيب، السؤال هو يعني اللي كاتباه بالإنجليزي. أنا هفترض إن هي بنت. If someone triggers me, is it better to mute him or her from everything and know why or her from everything and know why I'm triggered? السؤال معناه لو حد ليه أثر سيء عليا، بيحفز لي دايما مشاعر صعبة، والتعامل معاه بيرهقني على مستوى الشعور والأفكار، ايه الأفضل؟ ان انا الغي الشخص ده من حياتي واقول له باي باي كمبورة جو فاك يور سيلف، ولا اتعامل معاه واشتغل على نفسي؟ ده اللي انا فاهمه من السؤال. انا حاسس ان كان في وقعت في السؤال. يعني اللي انا فهمته ان السؤال اميوت الشخص ده واقول له يعني ملكش مكان في هذا الكوكب بالنسبة لي، ولا اتعامل معاه واشتغل على نفسي. فانا هفترض ان كان في وهي وقعت يعني. طيب، هقولك على حاجة تضحكك. هو السؤال بالنسبة لي تريجرينج اصلا، بس انا قررت ما اعملوش ميوت. هو انا يعني كنت هموت واقول الجملة دي في الاول، جلت تريبنج على ابوه، مشكلتك انك سألتي السؤال ده. لا عادي والله، انا اخترت اجاوب عليه. بس هو تريجرينج شوية بالنسبة لي، وعادي على فكرة. هو اصلا يعني الحياة عبارة عن ايه غير شوية حاجات تريجرينج. طيب، فهقول بس كام حاجة صغيرة كده، وبعد كده اجو انتو الإجابة. عمر ما إجابتي هتعفيكي من انقراض قرارك في انك تختاري في حياتك مين اللي تديله مساحة يفضل موجود، ومين اللي تطيريه بأستك. كل اللي انا هعمله ان انا هديكي شوية معطيات، يعني هفتح لك ايديكي كده اقول لك خدي شوية المعطيات دي. القط بتاعي بس عامل باك جراوند ميوزك، غضبان عليا عشان عايزني احط له وات فود، وانا بعامله معاملة مسجونين علشان انا شخص نرجسي. المهم، مفيش قرار بيرفكت، مفيش قرار ملوش تقل في العواقب،
بس في قرار مناسب ليا. لان البرفكشنزم في القرارات معناها ان في قرار الناس كلها تجمع ان هو المناسب، ان هو الصح. ده مش موجود. في قرار مناسب لمحمد، مناسب لياسمين، مناسب لسلمى، مناسب لحسين. يا ابني اهدى، يا ابني يا حبيبي اهدى. ماشي. يوم من الايام هيبقى عندي استوديو يا حقير، وهطلعك بره، وهيبقى ساوند بروف، وهعفي الناس من الهبل اللي انت معايشه ده. هو القط في حبل كده بنتي موقعه على الارض، وهو بيتخانق، فاكره تعبان تقريبا وبيعوي. طيب انا لولا ان انا معاشر القط ده بقالي سنين كنت هقول عليه ملبوس يعني. خلينا نكمل. طيب خلينا نقسم الإجابة على السؤال ده لحاجتين، اللي ليكي واللي عليكي. هتكلم في الحاجتين من خبرة شخصية يعني. أولا هو السؤال سؤال جراي اريا شوية يعني. كل شخص في حياتنا حسب مكانته في حياتنا، وحسب الشخص ده عامل ازاي، وحسب الفاليو سيستم بتاعي اصلا. هل هو بابا وماما، ففي دين، ففي مبادئ، ففي حاجة تخليني افتكر ان ليهم رصيد، لو ليهم رصيد يسحبوا منه. ولا الشخص ده حد صاحب يعني ما يلزمنيش قوي علاقته، ف هدوس ايجكت زي ما بيعملوا في الطيارات كده، طياره من الطياره. الموضوع يعتمد شويه الشخص ده فين في حياتي ومكانته ايه وحبه معطيات كده. انا في العموم بحب اقسم الناس دايما، ودي من الحاجات اللي المعالج بتاعي الاولاني كان قالها لي. اول معالج يعني ابتديت معاه في 2016 او 17 تقريبا، اعتقد 2017. كان شغال معايا بالسكيما ثيرابي، وحتى على قدي ابتديت اقرا كتاب اللي هو كان اسمه Reinventing Your Life بتاع جيفري يونغ، من ال innovators في مدرسة السكيما يعني. المهم كان بيقول لي في ناس toxic entirely، وفي ناس with toxic traits. يعني في normal people او okay people with toxic traits، وفي toxic people. طب toxic people يعني حد التراما بتاعته والinner critic بتاعه راكب ومدلدل، والtrue self بتاعت البني آدم دي خاضعة وتحت عبادة الinner critic. فالشخص ده traumatized يعني كما قال الكتاب، يعني عارف زي حد ملبوس. الشخص التاني اللي هو بيكون حد okay person with toxic traits، يعني هو في حتة معينة ممكن يكون متشافي وملتئم، في اريا تانية بتركبه التراما بتاعته وبيكون شخص مؤذي ويبخ أذى ويبخ هدم نفسي للآخرين. حسب دايما بالنسبة لي الشخص اللي بتعامل معاه بيقع في أنهي كاتيجوري من دول. باخد قرار من التلاتة بصراحة. في ناس أنا عامل لها توتال ميوتينج من حياتي، يعني في ناس أنا قررت إن أنا ما يبقاش في تعامل ما بيني وما بينها تاني، ومش وحاشة منهم أو مش سوء منهم. الناس دي لا يسعني إلا ذكرها بالخير، وتبقى وحاشة مني إن أنا ألقي عليهم أو أطفي ذنبي، إحساسي بالذنب من إن أنا أشوفهم وحشين. لا، هم مش وحشين، هم وأنا بيس تمام. بس أنت ما تناسبنيش يا بيبي. It has nothing to do with you. It has something to do with me. أنا حر أختار اللي أنا عايزه. وفي ناس بعمل لها partial muting. أنا مش لاغيها، بس لاغيها في أوقات لحسابي أو لحسابهم، بسبب حاجة تخصهم بيأذوني بيها، أو أنا في بعض الأحيان بكون من كتر ما أنا بكريتيكال مع نفسي وراكباني التراما بتاعتي، بيبقى عندي
شهية عالية جدا لسوء تفسير أفعال الناس. ففي الحالة دي اتعلمت انسحب بهدوء، لأن هنا ودلوقتي أي كلمة هتتقالك حتى لو كانت سخيفة، بس انت هتشوفها، لو هي سخيفة 2/10 فانت هتشوفها 20/10. والناس التالتة بقى الناس اللي أنا مش عاملها ميوتنج خالص. الناس اللي أنا مش عاملها ميوتنج خالص بالنسبة لي الناس اللي أعمل لها بالنسبة لي الناس اللي أنا أعمل لها ميوتنج كامل من حياتي أشخاص طباعهم وطريقة تفكيرهم وتركيبة عيوبهم ومميزاتهم مرهقة جدا بالنسبة لي. بعد ما تحررت شوية من وصمة العيب، ما شفتش ان في سبب يبقي على العلاقة ما بيني وما بينهم غير احساسي بالذنب وان انا غدار، وان انا وحش اوي، وان انا مش شايل الجميل، شوية حاجات بنت 60 كلب ملهاش اي لازمة في الحياة. اول ما لقيت نفسي كسرت شوية الاحكام دي على نفسي، ما لقيتش اي سبب، والله اجتهدت والله العظيم، ما لقيتش اي سبب يخليني شايف ان العلاقة ليها مكان في حياتي الا بدعوة الشياكة والاصل ونعرف بعض من زمان والراجل مش بس بكلمته برعايته البيت واسرته، شوية اي هبل في الجبل كده. فقلت بقول لك ايه، انا راجل يعني بكسر كده التراما بتاعتي وبفايند ماي ترو سيلف، مش لاقي لك مكان في حياتي، مش حاجة تعيبك، لكن انا مش عايزك تكون موجود. وخلعت بقى. والخلعان دايما ملهوش طريقة appropriate. في ناس بطلت ارد عليها عادي يعني، وفي ناس عادي برد عليها بس عشان انا عايز اوصل له رسالة ان انت بجد انا مش كارهك، ولا عايزك تحس ان انا مثلا مستقلك، بس برد عليه احتراما ليه لما يكلمني اسمع يعني، بس مش مهتم انزل معاك، مش مهتم اشوفك. لما البني ادم بيتعلم يلاقي نفسه، بيلاقي اريحية في ان هو يعبر. مسقط الخوف وتحفظات انا خايف لو قلت اللي عندي يترفض بتقل. الحقيقة دي بتفضل موجودة، مخاوف الطفل اللي جوايا ان هو خايف يبعد فيتكره وما يلاقيش حد ويبقى وحيد. توقعات الوحدة المطلقة ساعات بتخلينا نتشبث بعلاقات من منطلق ان الطفل عايز يتدفى بوجود ناس حواليه، وان كانت الناس دي حقيقي ما بتضفلوش. فيمكن الطريقة اللي تخلي الواحد وهو قدام المراية كده يعرف ينقي او يصارح نفسه بهو الشخص ده اللي بيترجرني وبيتعبني لاختلافاتنا الكبيرة قوي في الفكر وفي الاسلوب، عنده قلة وعي بنفسه غير طبيعية فبيضايقني وكلامه دبش انا ليه باقي على الشخص. فلو لقيت ان الاجابة جاية من my inner child زمزم الصغنن، بقول له احنا مش هنتساب، واحنا عمرنا ما هنبقى لوحدنا، علشان بنسمح لذاتنا ان هي تقود موقف وتقول انا مش مهتم ان العلاقة دي تكون موجودة في حياتي. وانا صريح قوي في ان انا اقول لك ان الموضوع ده مش سهل. الموضوع ده بيترجر كمية مخاوف abandonment ماشي كتير كتير كتير. ده المقياس اللي بيخليني اختار ان انا ميوت ناس معينة. وطبعا برضو بميوت ناس تانية اللي هي اذاها كبير، يعني اذاها كبير. يعني انا زي ما قلت الشخص سواء totally toxic او partially حتى toxic، اوكي person with toxic traits، طالما zero credit. العلاقات يا جماعة يعني
طبيعي وفطري ان يبقى فيها منفعة. مش منفعة معناها انك بتقضي لي مصالح، انت بتغذيني مستوى الفكر، على مستوى الروح، على مستوى العواطف. انت رفقتك لطيفة، انت رفقتك في الحياة ليها اثر طيب. وارد في مواقف تكون نواقصك وعيوبك كبني ادم، عشان احنا زي ما كنت لسه بسمع كده في البرنامج بتاع بصير بتاع مصطفى حسني، احنا اصلنا النقصان اصلا. وارد نواقصك تسوقك، وارد مخاوفك تسوقك، وارد. بس انا لما بشوف ده بفتكر رصيدك، وبفتكر ان انا شايف الحقيقي اللي جواك، وانا عارف اللي بيعبر او اللي سايق في الموقف ده هو جزء جواك بيقول ان هو بيحميك بس هو بيأذيك، فمطلع جواك، مطلع ظاهريا قدامي اذى. بس في الحالة دي ممكن اهجرك في الموقف ده. دي بقى الناس اللي انا بعملها بارتشل ميوتنج. انا اغلب الناس في حياتي بعملها بارتشل ميوتنج. يعني ايه بارتشل ميوتنج؟ هجر جزئي حسب السياق. زوجتي انا بحبها جدا، بعمل لها هجر جزئي ببعض المواقف. بابا انا بحبه جدا، بعمل له هجر جزئي ببعض المواقف. يعني ايه هجر جزئي؟ في مواقف انا شايف دلوقتي ان لغة حوارك معايا هي لغة من جزء جواك قاسي وعنيف ومرعوب، فبتفرض عليا نمط من أنماطك اللي بتطلع لما الجزء ده بيسوق. ففي الحالة دي بلطف، عشان الحدود اللي ممكن احطها مع اصحابي مش هحطها مع بابا. وانا هنا هرجع تاني واقول انا بتكلم من خبرة، مش من ان ده يناسب كل الناس. مع بابا بحط حدود بلطف لرصيده عندي والحبي ليه والحبي لماما. فلما الأذى بيلمسني برده بلطف. زمان ما كنتش برد بلطف. زمان لما كان قبولي النفسي ضايع، فكان لما بشوف منهم أذى بيبقى رد فعلي مؤذي أكتر من أذاهم. لأن أنا already راكبني كور بليف ديفكتفنس أو فيلير، فأنا شايف إن هما بيحاولوا ينتهكوني، فرد فعلي بيكون برايمال قوي، جاي من البرايمال بارت اوف ماي برين. عارف زي كده لو حيوان مرعوب فبيبخ فيك وبيهبش، هو شايف انك بتحاول تقتله، فانا مرعوب وخايف، فلو قلت لي كلمه تاذيني انا هدمرك. اللي بيضحك ان هو لو هو ده جاي من حته فيها تراما جواه، فانا كبيت عليه كل التراما جردل ساقع. الموضوع ده اخد مني شغل كتير عن نفسي، فلو شفت حد بيرد الاذى باذى اكتر منه انا فاهم، انا فاهم والله. فبعد شغل كتير بقيت اعرف احط الحدود بلطف، اللي هو لا بقولك ايه. طبعا انا بحاول يعني استخدم برضه عبارات، لان انا ساعات بيشغلني البودكاست ده هيفضل موجود وانا بعد وفاتي يعني. فبحاول ان انا برضه ايه، رغم ان انا اصلا فاهم في جوايا جزء عربجي كده بيحب كل حاجة. يعني لو سمعتوا كلماتي مع اصحابي هتتبروا مني، بس هو الموضوع هنا مختلف عشان ده public platform يعني. فلازم واحد بس ايه يعمل حاجة مش على هواية قوي، بس بفلتر شوية كلام، مش بفلتر بس اللي هو ايه بفكر قبل ما اقول يعني. فبحط حدود بلطف. يعني انا كأني بقول في الموقف ده يا شخص، انا شايفك وعارفك وعارف مين اللي راكب في الموقف اللي انت بتكلمني فيه دلوقتي، ولان الجزء ده مؤذي وسام وهدام، فانا هردك بلطف. هبعد عنك دلوقتي، هنزل دلوقتي،
هقولك انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده بلطف دلوقتي، بس ده مش معناه ان انا مش عايزك في حياتي. انا شايف الصراع اللي جواك ملتمس فيك انك بتحاول تكون احسن، بس مش من العقل ومن المنطق ان انا اللي بعد سنين من الثيرابي انماطي بتسوقني في احيان وعيوبي بتسوقني في احيان، اتوقع منك انت يلا عمرك ما قعدت في جلسة مع معالج ان هي ما تهبش منك في احيان. فمن منطلق اللطف والقبول خليني اديك من اللي عندي. انا عندي قبول لنفسي، فهديك شوية قبول. بس بصراحة واتمنى ما تشوفش ده مني، لو جيت لي في موقف وانا ما عنديش قبول لنفسي فيه، انت لو ارسلت لي اذى فانا هرسل لك مقابله شوية الاذى، وهحس بالخزي والذنب بعديها، لان انا هعرف ان لو انت مضطرب داخليا فانا اضطرابي كان اكبر منك. واحاول اشتغل برضه على قبول نفسي، لان مهما عملت هتطلع مني انماط مؤذية. فانا اغلبية الناس عندي بتقع في حتة البارتشل ميوتنج او الهجر الجزئي. 10% بيقعوا في الهجر الكلي اللي هو الحياة اليوم 24 ساعة، وانا عندي اهداف في حياتي واهدافي دي محتاجة حد مركز، فانت ملكش رصيد عندي. وتيت مسمى الأصول والرجولة وشوية الحاجات بنت التيت دي ما تلزمنيش، فاذهب في سلام إني لا أريدك في حياتي. بقى عندي شوية أريحية مع إحساس الذنب لسه بينتابني، بس مش بحاول أكبته، بقوله أنا فاهم أنت جاي منين يا إحساس ذنب، أنا مقدر أنت جاي منين، أنا مقدر إنك خايف إن نبذك لعلاقات معينة يحقق نبوءة الوحدة، بس أنا بطمنك إن ده مش حقيقي، لأن أنا مش هاجر كل الناس، بس أنا بنتقي بحرص الناس اللي تلزمني، لأن life is too fucking short. اليوم 24 ساعة، الحياة صعبة أصلا، وكل حاجة بتغازل الانكزايتي في حياة البني آدم، وجهاد النفس عايز تركيز. فليه اديك 2% من بطاريتي؟ انت ابن مين في البلد عشان اديك 2؟ فكك مني، فكك مني. تمام؟ ده اتيتيودي مع الناس. هلبس النضاره الشمس بعدين. ده اتيتيودي مع ناس كتير. البارتشل ميوتنج زي ما ناس انا بعمله مع ناس، في ناس بتعمله معايا، في ناس بتعمله معايا، في ناس ممكن اكون انا مش ممكن، ده اكيد انا مؤذي في مواقف كتير، فهم يفكسولي في موقف حقهم بصراحة. it goes both ways يعني، it goes both ways. النوع التالت وبصراحة ده شوية يوتوبيان او يعني مش موجود قوي، اللي هو الناس اللي مش بميوتها خالص دي. ممكن اقول انا بعمل كده مع بنتي مثلا. بنتي عندها 5 سنين، بحبها جدا بصراحة، وعارف ان هي طفلة بتمارس طفوليتها يعني، وعارف ان اي ميوتنج او اي هج هي مش هتقول اوكي بابي موده مش حلو دلوقتي وهو اخد قرار ان هو ميوت مي، لا 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 لا، هتعمل internalization، هتقول it seems that I am bad because daddy does not want to play. فانا مدرك وواعي جدا ان هي السن لو حصل هج من ناحيتي فهي هتقرنه بان هي الغلطانه، ان هي في حاجه وحشه. فالاطفال بالذات طبعا يعني الواحد اكيد يعني، انا كان في بره جابوه ماتيه كده في زي ندوه ليه كده، كان بيقول if your parents gave you that much shit، وعمل بايديه كده ان هو يعني فشخوك في افكارك، and you gave your children this much shit، يعني خزوقه بس اقل، then you succeeded. الجمله دي تقيله
لان هي بشريه جدا. انا مهما احاول انا هعمل الصح مع بنتي في مرحله ما. هقول لا احلى مسا عليكي، خدي في السب كونشس عدد واحد كور بليف عن نفسك انك سيس. هعمل كده without سبق اصرار وترصد، بس هيحصل كده لان انا بني ادم وانا معيوب وانا على الله حكايتي. بس قدر المستطاع بحاول ان انا ما اعملهاش اي بارتشل ميوتنج او هجر جزئي، لان انا عارف اصلا ممكن بقى لما تكبر بقى ولا بنت تطلعي بقى مش تبقي بايخه قوي يعني، بس تكبر بس شويه كده تبقى خلاص تبقى استقر فيها هويتها وفهمها لافعال الاخرين وعدم دلالتها على بوصله القيمه بتاعت بنتي. فدي كده ايه قصه كده ايه لما بس دلوقتي لا هي في عهدتي، هي في رعايتي، فقدر الاستطاعة 100% هخيش، بس قدر الاستطاعة يعني بحاول ان انا ما اعملش اي ميوتين خالص. وزي ما قلت لكم بقية الناس كلها، زوجتي بابا ماما اختي حبيبتي صحابي، في اوقات معينة اللي هو لا انت هنا بقى انت هنا بقى انت هنا بقى اذهب في سلام فإني لا أريدك، فإن جعبتي ممتلئة بالسرعات وأنا لا أريد أن ألعب دور المنقذ معك. go fucking fix yourself. علشان أنا راجل يعني إيه كده مولودة على قفايا لزقة انت قليل وبشتغل على ده بالعافية، فإيه خفة عوم عشان لو كل واحد شايل مشاعره وأفكاره الدنيا تبقى أحلى بكتير. بالشياكة طبعا، بالشياكة. في حاجة تانية عايز اتكلم فيها بقى عشان برضه نكون واقعيين. كلمة ان حد بيتريجر مي دي كلمة ديليكت كده يعني، كلمة يعني في بعض الأحيان. ودي بقى الناس اللي ممكن ولا انت يعني في بعض الأحيان بيكون حقيقي انت مش محتاج تعمل للشخص ده بارتشل ميوتنج في موقف كتير، انت محتاج تسيبه موجود في حياتك رغم ان هو مطلع ميتين امك تريجرينج فشخ. بس بقى النقطة في ايه، وده انا اتعلمته بأدب يعني. انا ربنا سبحانه وتعالى يعني واسع الحكمة، ودايما بشوف حكمته في حياتي ان هو وفقني لبعض الخبرات ما شفتش فيها غير درس انا محتاج اتعلمه. مربي يعني رب مش اله، رب. في ناس بتترجمني جدا، بس بتترجمني مش عشان هم غلطانين، عشان هو في توكسيك تريتس. هو في توكسيك تريتس مش معناه انه وحش، هو حظ امه ان في صفات متشابهه مع صفات ناس فشخوني في حياتي، عملوا لي تراما. فمثلا نبره صوته حاده شبه حد في حياتي، فهو اول ما بيتكلم انا بسقط عليه دور ان هو كده كان واقف ولا فلما باجي بتفاعل معاه كأن ماي نيرفس سيستم بيتفاعل معاه، كأني رجعت للماضي وانا الطفل الصغير هو مصدر التهديد، فانا عايز ابعد اكف اذاه عني بهستيريا، فممكن ازعق جدا واندفع فيه وامارس سلوكيات كده لو حد شافها كده من بره يقول حازم ده مجنون، ده بني ادم مريض. اقول له ساعات طبعا عندي قبول نفسي، هقول له بيبي انت صح، شكلك تعرف المعالج بتاعي، انا مريض فعلا. فاحيان كتير بيبقى في منحة كده من ربنا ان اشخاص يبقوا بيعملوا لك تريجرنج، بس المواقف دي الافضل ليك مش انك تعملهم ميوتنج، لا. عارف choosing your fights. في fights انا بقول لك انا معاك باصم وخاتم، طير الشخص استك هاته للاخر ولسوعه وشوف هو بيتلسوع ويطير معاك وانا هكون جنبك يعني، فاهم؟ بقول لك انت تمام. والله العظيم انا بحب الافعال الساديه دي، انا اصلا كنترول فيك يعني. ماشي، ده كده نوع بني ادمين. في النوع التاني لا يا معلم، خليه في شخك. ليه يا عم؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ علشان هو بيترجر جواك جزء انت محتاج تشتغل عليه، لأنه هو مرتبط بيوتراما and people have nothing to do with it. الواد صوته حاد،
الواد اسلوبه ناشف. ايوه، ده يعلمك ان انت عشان شايف نفسك قليل فبتترجم ده كأنه مستقصدك، كأنه عايز كده. فانت محتاج تشتغل على الترجمة. فلما يجي المثير اللي بينشط الترجمة، من مصلحتك انك تشتغل عليها. طبعا لو الشخص ده معاك في حياتك، يا رب ربنا يرزقك بناس عندها من الصبر ان هي تستحمل هبلك. لان غالبا لو في الاشخاص دي موجودين في حياتك، اللي هو normal people with toxic traits، والتوكسيسيتي اصلها rooted in your trauma اكتر ما هي rooted in who they are، فغالبا هيشوفوا منك هبل، هيشوفوا منك هبل. وزي ما احنا بنقول في بعض الناس بيبقى ليها رصيد يخلي هجرنا ليهم او وضع الحدود جزئي، وفي وضع اخر تعالى خش جوه الانر سيركل بتاعي. بدعيلك وبدعيلك ان ربنا يرزقك بناس ليك عندك رصيد يستحملوا تخلفك، علشان رصيدك عندهم كبير. لان it goes both ways. it goes both ways. فانا ربنا رزقني بناس رغم ان هم عندهم توكسيسيتي، ورغم ان هم عندهم بجد حاجات بتخليني في مواقف اقول لا انت كده اخرك معايا، رد عليك بعد 3 ايام عشان اكون في حته كويسه عشان اعرف استحمل الهبل اللي عندك. هم شافوا مني كتير. الصوره موزونه. انا بتكلم على علاقات معينه، يعني اي بمبقه بتطلع مني النهارده ايسيها على حياتك. يعني في جمله كده جميله في الزمالات المجرمين المجهولين، ادبياتها very philosophical، جميله جدا. عندهم كتب 12 خطوه كيف يعمل ولماذا. عندهم كتب كتير في ادبياتهم very good very insightful في رحله التعافي. هم عندهم جمله كده حكيمة كده، جملة معلم رشدان قاعد وسط سلاحف النينجا، خذ ما تحتاج وضع الباقي. في بعض العلاقات، في بعض الناس اللي انت بتسمعهم منهم، يعني انا بما انك بتسمعني دلوقتي خدي مني اللي يلزمك والباقي قولي عليه معلش برضه. هو يعني معانا في مجتمع الناس التراماتايزد، فانت تاخديش كل حاجه انا بقولها سيريسلي اي هوب، يعني لان انا اكيد هقول حاجات كرينجي كتير يعني. فعشان كده السؤال جراي اريا كويستشن قوي. حتى مراتي كده امبارح بقول لها يا ندى، يعني جالي سؤال كده اكتر سؤال جراي اريا جالي في حياتي. فبتقول لي يعني انت عندك حق وبتاع وكده. فده اللي يخص السؤال يعني. انا وقفت عشان جالي ماين بلوك، وبفتح البوينتس اللي انا كنت كاتبها الخاصه بالحلقه، عشان مش عايز اقفل. حاسس ان انا عندي كلام كتير بس الكلام خلص، بس هو عندي كلام كتير. فممكن يعني ألخص كده بأن أنا أقول إن أنت يعني فكك تماما من وصمات العيب واللي صح واللي ما يصحش، شوية الكونستراكت أو السوشيال كونستراكتس اللي احنا كمجتمع عملنا عليها شكل من أشكال الإجماع الغير معلن إن دي القواعد اللي هتسوقنا. أنا بالنسبة لي ما تلزمني خالص في مفاهيم العلاقات ومين اللي يقرب مني. أنا في ناس قرايبي ما بطيقهمش، وفي ناس قرايبي بحبهم جدا. في ناس أنا معرفهاش نفسي نكون صحاب، وفي ناس معايا من زمان وما بطيقهمش وفلسعتهم. في ناس مختلفة عني قوي بس ليهم رصيد عندي. يعني انا والمعالج بتاعي احنا مختلفين عن بعض جدا في حاجات جدا، بس انا الراجل ده بحبه وفرق معايا في حياتي وصادق لدرجة ان انا قابلك زي ما انت، رغم ان في حتت كده فيها اختلافات جذرية قوي في الفاليو سيستم بتاعنا. بس انا فعلا بحبك وانت حقيقي ونضيف، فانا بحبك حتى لو ان كان this is your fucking life، بس انا بحبك.
فالشخص ده ممكن اعمل له بارتشل ميوتنج في بعض المواقف، بس مواقف تانية تعالى. ولو طلع منه حاجات وحاجات اصلا ويرد فشخ لدرجه يعني انت ازاي بتقول كده، لا مش هقول لك ازاي بتقول كده، لان انت سمعتني وقبلتني واكتر حاجات دارك محدش انا اتكسف وخاف اقولها قدام اي بني ادم، بس انت سمعتها مني وعمرك ما حسستني بالرفض. فانا حبك جدا، رصيدك عندي يسمح لك، وانا بحبك. ولو طلع منك في اوقات حاجات مؤذية هردك بلطف، لان انا شايف الحقيقي اللي جواك. والكاتيجوري التالت احباب الله، كاتيجوري الاطفال اللي ما يلزمنيش فيهم غير اللي انا مسؤول عنهم، بنتي. فيعني التربية حاجة مش سهلة، conscious parenting حاجة مش سهلة خالص. لو انت واعي قوي انت ايه الليجاسي اللي بتسيبه للبني ادم ده. كل تصرف انا بعمله بيختزن في مخ بنتي باقتران شرطي، هو اللي هيحط لها حدود، او هو اللي هيتحكم في نظرتها لنفسها والعالم. طبعا شئت ام ابيت قدر ربنا نافذ، وهتتعرض لأذى، ممكن تتعرض لتنمر، ممكن تتعرض لإساءات مرعبة. أنا أصلا لو فكرت فيها ممكن أصلا أقول أنا عايز أعمل أندو وأخليها زي أول 3 سنين جواز كنت مقرر إن مخلفش أصلا. بس ده موضوع يعني العقيدة والروحانية هنا بتفرق معايا، لأن أنا I was never in control أصلا. فكبري منيمه شوية إن أنا it's not about me. يعني دي بني آدم هتكبر، وده بني آدم هيكبر، وقدر الله نافذ في كل الأمور، وليها رحلتها في الحياة وليه رحلته في الحياة. كان في معالجة قالت لي جملة حلوة قوي أنا فاكرها. كان ابنها كده وصل، ابنها كده راجل كبير، يعني شاب كبير كده ماسكل كده، كان مرة مستنيها بعد كنا احنا في جلسة وهي مستنيها تخلص، كانت 18 سنة. فتقول لي بص أنا ما اعرفش أي حاجة عن ابني دلوقتي، تقول لي اقسم بالله ما اعرف عنه اي حاجه، وبتقول لي ولا مهتم اعرف عنه اي حاجه، لان انا واعيه بدوري. انا غرست فيه بذره، انا فتحت له السبكونشس مايند بتاعه وحطيت فيه بذور من وهو اجتهدت جدا البذور دي احسن اختيارها واحطها. اللي يحصل من دلوقتي لمماته يخصه بإرادته الحرة، لا يمسني ولا يخصني. فانت قررت بقى ان كان انا ممكن يبني اللي انت بتعمله يبني افتكر، بس انا زرعت فيك. فالعلاقات كده الناس بتزرع في بعض. يعني حتى دايما من احد الاسباب اللي خلتني ابتدي البودكاست ده ايماني ان التعافي عبارة عن صوت. يعني انتي لو حياتك مفشوخة عشان your inner voice عربيت في نفسه كده وحيوان وقاسي، فساعات بحتاج ان احنا من اللطف ان احنا نسلف بعض صوت هيلينج. I want to echo in your mind a beautiful voice. يعني انا عايز اكو في عقلك صوت حلو، في عقلك صوت حلو، اثر طيب. لان التعافي بالنسبة لي اساسه ان يعني ذكر. يعني حتى مفهوم حلقة ذكر، رغم ان هو طبعا كلمة اول ما حد يسمعها يتخيل الناس قاعدة في مسجد بتكلم في كلام صافي عقيدة، بس انا بالنسبة لي ذكر يعني بساعدك تتذكر اي حاجة ليها اثر طيب، بتساعدك تطلع لقدام. فالفلسفة شكل من اشكال الذكر الحسن. يعني كلنا محتاجين نرجع ونسمع. عشان كده انا من اكتر الناس بقول انا دايما بفكر نفسي، لان انا عارف ان انا لو سبت نفسي للاوتو فويس بتاع محمد حازم هنتهي نفسيا. انا دايما بذكر انا اللي بحاول اليد، ما اخلي ماي سيلف تليد الكونفرزيشن، مش الانر كريتيك بتاعي. لا انا عارف ان انا كويس، انا عارف ان انا مش شخص فيك، انا عارف ان انا عندي نية كويسة في ان انا بعمل كذا، انا عارف بفكر نفسي كتير جدا. لان الذكر الطيب يعني من اكتر الحاجات اللي البني ادم محتاج يمسي بيها على اخوه البني ادم في الحياة.
غير كده اقفل يالا بقك، تتكلمش، ما عندكش حاجة. طبعا اللي بيكلمكوا ده بيقول كده بعد ما كنت سنين بستغل الناس ايموشنلي وبعمل حاجات ما ينفعش قوي بعملها عشان بس يعني ايه، انا عارف ان انا جاي منين، فيعني فتمام انا دلوقتي تمام يعني. هو نفس البني ادم حتى جابوه ماتي بيقول هتلر is a possibility of a human being، ومثلا كان بيتكلم بقى، ومثلا غاندي is a possibility. يعني احنا عندنا القدرة ان احنا نبقى زبالة جدا ومؤذين جدا، وعندنا القدرة ان احنا نبقى حلوين جدا ولطاف جدا وبلسم جدا. الموضوع ده ليه علاقة بالهيلينج اللي حصل. انا حصل لي هيلينج بس انا عادي قشطة، انا كنت في وقت اللي هو فاهم تعالي اجيبك سكه عشان اخد مصلحتي، يعني عادي. انا كنت دماغي يعني راجل التراما بتاعته راكباه، تعالي اجيبك سكه عشان اخد مصلحتي، خلص. انا راجل عايز الفيكس بتاعتي، انت هتجيبها لي، تعالى يا ابني. فالموضوع كان خلصان يعني. فلو في اي حد لسه في الحته دي فتيجي ايزي يا عزيزي، كلنا في الهوا سوا، كلنا خربانين. وكفايه كده، وصلت لل40 دقيقة فحسيت بكفاءتي عشان أنا I have a chip on my shoulder بتقولي إنك defective، بقيسها بالأداء والدقايق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.